جنيه البنك المركزي، 1 جنيه البنك المركزي المصري 1975. ادي الظهر بتاعه، ادي الشكل بتاعه، اصدار 75. طبعا الجنيه متوفر وموجود منه كتير، فسعره مش عالي، سعره مش غالي، ما بيتباعش غالي. ليه؟ لانه متوفر وموجود منه كتير. اللي بيتباع غالي اللي هي الحاجة النادرة، الحاجة النادرة اللي مش موجودة هي اللي بتتباع غالي. أما حاجة زي اللي قدامك سعرها بسيط. ده بيعمل في حالة الزيرو اللي هو قدامك ده، بيعمل 100 جنيه، 100 جنيه، 90 جنيه في نفس الحالة كده. ليه؟ لأنه متوفر وموجود منه كتير. متقطع بقى والكلام ده كله ومهري والحاجات دي بينزل من سعره. لما هو جديد زيرو كده بيعمل 100 جنيه. لو متقطع بقى والكلام ده كله ما بيعملش سعر، بيبقى حاجة بسيطة، سعره بيبقى حاجة بسيطة. أما الزيرو بيعمل 100 جنيه. ليه؟ لأنه هو موجود منه كتير ومتوفر، فدي حاجة مش نادرة ولا غالية ولا الكلام ده كله. نادر بس هو اللي بيتباع وبيبقى سعره غالي. وهقول لك أنا على الحاجات النادرة اللي هي بتتباع وسعرها غالي، ودي اللي تدور عليها، وهي دي اللي سعرها عالي. حاجة زي باريسة القلعة سنة 91، 1991، 10 قروش القلعة 1991، و10 مليم الصقر ألمونيوم سنة 73. اللي أنا بقول لك عليه ده أي تواريخ غير اللي أنا بقول عليها ملهاش لازمة. باريس القلعة 1991، 10 مليم صقر ألمونيوم، 10 مليم ألمونيوم الصقر 1973، و10 مليم نحاس الصقر برضو 1980. الحاجات دي غالية، وهي دي الحاجات اللي الناس بتدور عليها. 10 مليم سنة 73 ألمونيوم، و10 مليم سنة 80 نحاس. هي دي الحاجات الغالية. أما حاجة زي اللي قدامك سعرها زي ما قلت لك زيرو، بيتباع ب100 جنيه. متقطع بقى والكلام ده كله ما بيعملش سعر، بيبقى سعره حاجة بسيطة. نادر بس هو اللي بيتباع.